هي فين دور المجمعات الاستهلاكيه اللي موجوده عندنا في البلد؟ احنا عندنا مجمعات استهلاكيه كتير. من فتره كبيره من قبل 2010 تحولت لسوبر ماركت، وبقت منظرها شيك وحلوه. فين دورها؟ ليه ما بتعلنش عن اسعار رخيصه تتباع للجمهور، بدل ما انا اعمل معارض اهل الخير ومعارض حياه كريمه وافرشها في الشوارع؟ طب ما انا عندي المجمعات الاستهلاكيه بتاعتي ماليه اسكندريه، ومجمعات على اعلى مستوى، اماكن كبيره ليه فاضيه؟ عشان ما فيهاش عروض، عشان الناس ما تعرفش عنها حاجه. الناس نست يعني ايه جمعيه استهلاكيه. الجمعيه الاستهلاكيه كانت على ايامنا كنا بنروح نجيب منها الحاجه ارخص من بره مثلا 10 15 جنيه، ده كانت بتاعت الدوله، فالدوله بتنزل الحاجه فيها مدعومه. طب ما تعمل كده، ما انت عندك مجمعات استهلاكيه كتير، ما تشغلها بدل ما تعمل لي معارض في الشوارع وتقول لي معرض لليوم الواحد. طب ما انا عندي الجمعيات، ما اللي عايز يعرض ويعرض بسعر رخيص يروح للمجمعات الاستهلاكيه ويعرض عندهم ويبيع ارخص من بره 20 30 جنيه. على الاقل الناس تبقى رايحه مكان هي عارفه رايحه فين، مش انا افضل الف ورا المعرض اسكندريه كلها كل اسبوع تقول لي في فرش في الشارع. وتفرش في الشارع ليه وانت عندك مجمعات استهلاكيه؟ ربنا عرفوه بالعقل. استخدم اللي في ايدك بدل ما تعمل حاجه جديده ما عندك. يتوب علينا ربنا.